الأميرة السمراء في القلعة الحمراء. الله أكبر فوق كيد الكائدين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأهلي بطل أفريقيا لهذا العام 2023. قمة الفخر والاعتزاز بفريقي، قمة الفخر والاعتزاز بالكيان اللي أنا بشجعه، قمة الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، واللي مش هيقدر يوصل لها أي فريق تاني إن شاء الله بإذن الله في الشرق الأوسط. تمام؟ ولو إني دايما بتمنى الخير لأي حد، لكن على أرض الواقع بيقول إن إنجازات النادي الأهلي يصعب اللحاق بها في هذا القرن على الأقل. يعني الحقيقة إني يعني فرحة ما بعدها فرحة بهذه البطولة، ولو إني كنت فاكر إن بعد بطولة نهائي القرن اللي انتوا سميتوها نهائي القرن بتاعت 2020 ما بين الأهلي والزمالك، إن الفرحة دي مش هيضيعها فرحة تاني لأنها من غريمك التقليدي ابن بلدك هنا. ولكن هذه البطولة الواحد اكتشف لها حلاوة ومذاق جميل ما بعده مذاق، وكان كل شغف، وكنت بأمل من ربنا ودعيت كتير ان ربنا يوفقنا تمام ويدينا حقنا. يعني دايما وانا بدعي كنت بقول يا رب ادينا حقنا، يا رب اكرمنا ووفقنا على قد تعبنا، يا رب انت عارف انهم عملوا كل شيء عشان يعطلونا وعشان يجيبونا الارض، يا رب انت عالم ولا يعلم الا انت. فكان توفيق ربنا بان الاتنين اللي طول الاسبوع اللي فات اتمسخر عليهم ناس كتير، وبالذات معلول وعبد المنعم، وبالذات معلول، يبقى هما الاتنين اللي يجيبوا الجون. معلول اسيست وعبد المنعم يحطه براسه، واصبح عبد المنعم هو ملك ملعب مركب الخامس، الملعب اللي جماهير الوداد قالوا عليه ملعب النار، وقالوا لنا طول الاسبوع اللي فات وصدعونا مرحبا بكم في جحيم كازابلانكا، جحيم مركب الخامس. من لحظة تتويج الأهلي بالبطولة غيروا اسم الملعب ده وسموه ملعب مركب ال11 تيمنا بعدد بطولات النادي الأهلي. الحمد لله والفضل لله، الحمد لله والفضل لله. الأهلي هو رقم واحد، الأهلي هو نادي القرن الأفريقي وسيظل إن شاء الله. الأهلي هو بطل إفريقيا لهذا العام. الحقيقة إني وأنا بسجل الفيديو ده دلوقتي حاسس بقوة غريبة في الفرحة مضاعفة كمان، لأن فاكر مرارة الهزيمة في البطولة اللي فاتت وأنا بلعبها من مباراة واحدة على ملعب الخصم، يعني مفيش تكافؤ فرص. يعني مش عارف أقول لكم إزاي مرارة الإحساس بأنك فقدت البطولة وأنت مظلوم. فاكر الخطيب وهو واقف على المنصة وهو بيقول لهم اتس نوت فير. فاكر السولية وهو بيرمي لهم الميدالية على الأرض. فاكر عبد المنعم ذات نفسه وهو واقف بيشاور لجمهور الوداد السنة اللي فاتت وبيقول لهم احنا رقم واحد وراجعين السنة الجاية هناخد البطولة من هنا. فاكر الجواب اللي اتبعت لاتحاد الكورة اللي استلموه ولاد الحلال، مش عايز اقول عليهم لفظ تاني، اللي استخبى، اللي اتقطع، اللي اتعاد صياغته واتناقش بعد الفترة والمهلة اللي اتبعتت في الجواب ما خلصت اصلا عشان يداروا لما لقوا ان الموضوع هيتكشف. فاكر المشجع الاهلاوي الوحيد اللي كان واقف في المدرجات بيشجع لعيبه الاهلي في التدريبات. فاكر الناس اللي قطعت المسافه دي كلها من هنا وسافروا بالقسط عشان يشجعوا النادي الاهلي وفي الاخر اتظلمنا. فاكر وفاكر وفاكر وهفضل فاكر وعمري ما هنسى ان الاهلي قدر ينتصر على دول كلهم. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو الله اكبر فوق كيد الكائدين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله اكبر وديما اهلي زي ما بيقولوا،
والاهلي فوق الجميع زي ما احنا بنقول وهنفضل نقول. مبروك للاهلي، مبروك لكل الاهلاويه، مبروك ليكم يا جماعه، مبروك لمصر.